هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ في حاجة بتستفزني جدا ان نفس اللون بيبقى ليه كذا درجة، وتلاقي ناس كتيرة بتختار الدرجة الغلط. فلو بتدوري على الوان ربيع 2026 الصح، الفيديو ده هو هيكون المرجع بتاعك. كل الالوان الترندي في مكان واحد ومن غير لف ولا حيرة. في الاول عندنا مجموعة من الالوان الهادية، واولهم الباتر يالو، وهو بيكون لون هادي وراقي جدا، بيدي احساس نظافة واناقة من غير ما يبقى ملفت زيادة. فلو عايزة لوك يكون ناعم وغالي، اعتقد ان ده اختيار مثالي. كمان عندنا الباودر بينك، وهو لو كنتي بتحبي النعومة، اللون ده هيخلي اللوك انثوي وشيك جدا، وبيبان غالي حتى لو اللبس بسيط. كمان في لون البيبي بلو، وهو من الالوان اللي بتدي احساس راحة وهدوء، وبيليق تقريبا على كل درجات البشرة. كمان في اللون الخوخي، وهو لون ناعم ومشرق جدا، وبيدي حيوية للوك من غير ما يكون صريح او يكون مزعج. كمان في مجموعة ألوان بتكون طبيعية وفريش في نفس الوقت، وهما البيستاشيو، وهو بيكون لون هادي وراقي جدا، ولو عايزة تباني كلاسي من غير مجهود فده ممكن يكون اختيار كويس. كمان عندنا درجة المنت جرين، بيبقى درجة أفتح شوية وبيكون منعش أكتر، وبيدي إحساس صيفي كده وخفيف. وفي كمان درجة الأخضر الزيتوني الفاتح، وهو من الألوان العملية جدا، شيك وهادي وينفع للشغل والجامعة. وحابة أنبهكوا لحاجة، إن مش كل الألوان دي لون واحد، في أكتر من درجة، ولازم ناخد بالنا واحنا بنختار. بعد كده عندنا كمان لون المشمشي، هو لون بيكون أدفى شوية من الخوخي، وده اللي مخليه مميز وترندي السنة دي. في بقى كام لون كده يعتبروا من الألوان الجريئة شوية، وهو لون الكورال، وهو بيكون لون بين الوردي والأورنج، لون صيفي وملفت بطريقة حلوة ولذيذة. كمان عندنا اللون الأحمر الفاتح، اللي هو بيكون لون التوماتو، هو لون جريء وقوي، بس لو اتلبس صح هيديكي لوك واثق جدا. في كمان لون الليلك والموف، الليلك بيكون ناعم جدا ومختلف لو عايزة تخرجي من الألوان التقليدية. وفي اللون الموف بتاعه كمان اللي بيكون غامق شوية، وهو لون راقي وشيك. وفي الآخر عاوزة أقولكوا حاجة صغيرة، إنه مش كل الأخضر نفس الدرجة، ولا كل الأورنج نفس اللون. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق قوي ما بين لوك عادي ولوك شيك. فناخد بالنا واحنا بنختار الدرجات كويس، ومش لازم تلبسي كل الألوان دي. اختاري لون واحد ترندي وخليه هو البطل في اللوك بتاعك، والباقي خليه بيزك علشان اللوك يفضل شيك وبسيط، زي ألوان الأبيض والبيج مثلا. دلوقتي عندك كل ألوان ربيع 26 في مكان واحد. قوليلي أكتر لون حبيتيه ايه هو، واستني الفيديو الجاي عشان أقولك تلبسي الترند ده بالحجاب ازاي. وباي باي مبدعين، وأشوفكم على خير إن شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.